السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوة الأعزاء أينما كنتم. kusoo dhawaada halkani waa kanaalka Wisaam inuu baratayno soo gudbiyo duruusi ku saabsan luqadda Carabiga. Waxaan ku dhex jirnaa buugeeni al-Arabiyyatu bayna yadayka juskiisa saddexaad ayaan ku dhex jirnaa ee ugu dambeeyay. Casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay siirada nabiga ee dhalashadiisa iyo iyo ku saabsan yahay iyo dagaalada uu qaaday iyo xilliga nabinimada loo soo saarayay. waana aqrin qiraa'ة وعشركو dhan waa qiraa'ة xiwaar maahan dabcan buugan sidiisa xiwaarku uu ku yar yahay xiwaaraadka waa buugagtii labada buug ugu horeysay ee xiwaaraadka caadiga ah lagu qaadanayay buugan wuxuu u badan yahay aqrin iyo waxyaalo oo yar oo xiwaar ah iyo waxaa ku jirto maxaa la yiraahdaa mahmaahyo iyo ku saabsan yahay عشركين مانت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقادنا برنا إن شاء الله تعالى. محمد صلى الله عليه وسلم نسب كيسا يلقى كل شيء. نسبه نسب كيسا رسولك صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من بني إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام. أخواله من بني زهرة فأمه آمنة بنت وهب كانت منهم. يلتقي نسبه صلى الله عليه وسلم بنسبها عند كلاب بن مرة بن فهر نبي الله وخاتم رسله وأنبيائه إلى العالمين. نسبه نبي نسب كيس صلى الله عليه وسلم وحوايه محمد بن عبد الله محمد ابن عبد الله ومحمد من عيسى ابن عبد الله بالكيساء عبد الله قاسو ابن عبد المطلب بالكيساء عبد الله قنا من بني إسماعيل غير بني إسماعيل يقصد جيدا من بني إسماعيل يقصد جيدا غير بني إسماعيل كاسو ابن إبراهيم بالكيساء عليهم السلام لما تريد شغاهاته. أخواله رسولك أبتياشيس صلى الله عليه وسلم من بني زهرة إيكاها ورسولك أبتياشيس من بني زهرة غير بني زهرة. فأمه ويدي سنة آمنة بنت وهب وآمنة بنت وهب قبل ساعة كانت وحايه منهم من بني زهرة أي كم يدهد مركزي كانت وحايه وآمنة بنت وهب منهم من بني زهرة غير بني زهرة أي كم يدهد. ويلتقي وكل ما ينسبه صلى الله عليه وسلم النبي نسب كيسا بنسبها هو يجلس نسب كيرو كل ما عند كلاب بن مرة أي كل ما ابن فهر الكاسي كل ما وهو شناد رسولك صلى الله عليه وسلم نبي الله إله نبيه سوى خاتم رسله وعي على بركات محمد بن عبد الله نبي الله إله نبيه سوى وخاتم رسوله رسوشي سمتك الخاتمة وايه وأنبيائه أنبيائه سيد العالمين عالمين تدمان مخلوقات هل كرسولك وكل شيء. مولده صلى الله عليه وسلم ولد والد علي رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ولد والد علي محمد صلى الله عليه وسلم بمكة مكة يا لقول يتيم الأبي سواء به سلمكاسي يتيم أغون أمانه منك أباها أغون كهوى يتيم الأبي أباها حقيس أغون كهوى في ربيع الأول يا لقول صلى الله عليه وسلم عام الفيل ليش ربيع الأول يا لقول رسولك أنا بعون قانو مولدك ليش مولدك هنا يا لقول ربيع الأول عام الفيل سنة كمرودية يا لقول واحد مرودية لو قصوا أبرها وقصوا ويردا محل إلى مكة يا رسولك الله ومات وغير والده أبيه عبد الله وهو جنين أسيق مركز أورك كجرة عمره داري سنة وحيد مركز شهراني وربي الأصور كجرة يوم مركز أبيه سنتين وعند ولادته مركي لدلعي وعند ولادته لرديس أكثر كفله وحد كفى قاضي جده أبويس عبد المطلب يا كفى قاضي وماتت ويغيريوتي والدتي هو يديس على قوضاه عندما بلغ مركو جاري السادسة سنة كاللحظة مركو جاري. ومات جده أبوه سنوودنتي عبد المطلب عندما بلغ مركو جاري الثامنة من عمره دادي سمرك سديد مركو جاري. فكفله وحا كفال غاري عمه أذيركيسا يا كفال غاري أبو طالب وظل هذا في رعايته لا أنت سيقسي جرواه إلى أن مات إلى أقدر ريوضه. أرضعته وحا النوجسي حليمة أي النوجسة حليمة السعدية أي النوجسة وسيرة الله سوى قوبة وخلاصها
سفره رسولك سفر كيس إلى بلاد الشام ودنك الشام ودمد الشام وسفري وزواجه جور كيس من خديجة وجور سناي سفره رسولك سفر كيس إلى بلاد الشام وزواجه من خديجة عندما بلغ مركو جاري رسولك صلى الله عليه وسلم عمره داديس 12 سنة لبيت سنة مركو جاري سافر صلى الله عليه وسلم رسولك وسفري مع عمه أذيركيس أيولا سفري أبي طالب في تجارة جنعسي إلى الشام شام وسفري مركا إلى الشام ودنك الشام والتقى وحو كلكل في هذه الرحلة سفر كاني التقى وحو لكل في هذه الرحلة سفر كان الراهب أي لكل بحيرة راهب كليرا بحيرة بمدينة بصرى مقالة بصرى أي لكل فعرفه الراهب راهب كي أقنصدي بصفتي سيكو أقنصدي التي تاسو عرفها وكأغادي في كتب أهل الكتاب أهل الكتاب كتبته وكسر أغادي والراهب كي ومما كي قاله عنه أكي روا كتاب كاسي هذا كان رسول رب العالمين عالمين ترسول كودواي رب العالمين رسول كودواي الله يا صدر واي هذا كان يبعثه الله إلهي يا أصور دريا رحمة النحريس للعالمين عالمين تأو نحريس مخلوق أو نحريس فقيل له حال وبحيره وحيره يا وركاس ورسول الشيء سوما وركاس وحال وما علمك بذلك محدك أغاتي أركاسي وما علمك قنت ومحي بذلك أركاسي أقول له قال مركز وحيري إنكم إذنك حين أقبلتم مركز سوق بشين من العقبة عقبات كسوق بشين حق هذا لم يبقى ما باقي أهان لم يبقى شجر جيد ما باقي أهان أو جيد مجر ولا حجر نجح مجر إلا هدوجر وخر ودعي ساجدا حال يسوق سجود سن أنا مركا أسوق مرتين أسوق شين أسوق بشين من العقبة عقبة ومكان وجواب من مجع هذا لم يبقى شجر ما باقي أهان ولا حجر نجح إلا خر ودعي ساجدا حال يهي ولا تسجدوا ما سجود لنبي النبي إلا للنبي النبي ما يمحكى له ما سجود سوى وإني أنيقا أعرفه وأن أقانا بخاتم النبوة نبي لماذا خاتم غيره أسفل من غضروف كتفه قرب كيسا ماشا عرجوطة هوسي أيا كاغنا قرب كميسيس جلعان قرب كماشا وهوسي سو جلعان أيا وحاكو أقانا إن يتهي خاتم النبوة أطالوان وحذر عمه أذيركيسا يا أدقي ولا تسجد أما سجود سده إلا لنبي النبي ماهنه وإني أنيقا أعرفه وأنا قانا بخاتم النبوة نبي لماذا ختم جيدا أسفل من غضروف كتفه كرب كيسا ماشي سجل عنه وهو سيسوا وحذر وأدقي عمه أذيركيسا من الذهاب أيوك قدقي به إلى هذا أنا وحذر عمه وراهبك يدقايو حذر وودق راهبك عمه أذيركيس أيو أدقي من الذهاب تجتان به رسولك أولتغو إلى أرض الروم دولك الروم أولتغو أيو كقدقي حيث ميل يخاف أو عبسانيو عليه دشيسا منهم روم كاس أو بقايوا فرده عمه أذيركيس يا علي إلى مكة أيو علي فرده علي إلى مكة ثم كذب خرج وبحث ثانية مرة إلى الشام أي أصبح في تجارة الجنعسي لخديجة مركاسي أو جنعسي أو كجروان خديجة بنت خويلد مع غلامها أدونك إذا معيسى ميسرة فرأى وحوارك ميسرة وحوارك ما ظهره من أحواله وحك عجبية من أحواله حواشيسة أخبر وحو الشيغي سيدتي سيو الشيغي مركاس أخبر بما رأى وحو صوارك فرغبت ويجعلات في الزواج جور من رسولك إبوسط صلى الله عليه وسلم فتزوجها وجورسري وسنه دادي سنة وحيه 25 سنة شن إلى 40 سنة يوجري مركا ولها أيضا وحي له 40 سنة 40 سنة وقد تزوجت ويجورست رضي الله تعالى عنها خديجة الله كرر نقضي وحي يجورست قبله رسولك كهره من رجلين لبن أنجبت وحي أول شيء من أحدهما midkooda waladan wiil wa bintan gabar ayay midkooda u dhashay wa min al-aakhari kan kalena bintan gabar ayay u dhashay
saddex anug ay hore usoo dhashay markaa laba nin ay kala dhashay mabcathuhu halka laga soo saaray mana mabcathuhu makaano saaridiisa waa rasuulka meesha laga soo saaray mabcathuhu jaa jibriil ayaa yimid بأول سورة سورة أبوه رئيس من القرآن قرآن كمد سورة العلق وسورة العلق اقرأ باسم ربك في رمضان بشهر رمضان لحظة من العام 40 سنة كأفرتنا لمولده للشيء سلقجه مكة مركو أفرتن سنة قاروة وهو مكاس يبتعد يتعبد وحكو عبادي سجري في غار حراء مشل إلى قدك فقضع وقو يخلوته خلوديسا وصوجر مكة معناها وصود ميسان فقضع وصوجر خلوته خالها شديسا واي كريها شديسا وعاد وصول خائفا أسوى عبسنايا إلى زوجه حاسكي سيوصل خديجة فثبتته ويسقطي وبشرته ويبشاريسي معناه ويكسقطي أهلكي وبشرته ويبشاريسي أخذته ويقاضي إلى قريبها قريب كذا يوقات معنا قرابة مثلها وعذير كذا النسراني جها ورقة بن نوفل الذي كاسو بشرهما أبو بشاري بأن محمدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيكون إن وهان دون نبي هذه الأمة أمدا نبي جيدا وهان دون وتمنى وحو تمني لو كان هدوها لها شابا يرأى قويا حبدا لين سره سيو مركز ugu gargaaro xiina dhuhurihi markuu rasuulnimo loo soo saarayo ugu gargaaro kaas ayuu tamaniyo macnaha haddaan joogi lahaa xilliga adiga nabinimo lagu soo saarayo waan ku gargaari lahaa xilligaasi wanqadaca alwahyu wahyiga ayaa go'ay muddatan qasiiratan muddo kooban ثم كدبنا أنزل الله إلهي وحا سودجي سورة المدثر أيو سودجي وفيها سورة سيدحد إذا أمره الله إلهي وحقوق أمر سبحانه وتعالى أن يدعو إنه إيرو قومه قوم في الإسلام إسلام ماذا أغيره ثم كدبنا تتابع الوحي يا إسرع راعي حتى وفاته إلى أكاسي وكجيريو وكان أول من استجاب له من الرجال وكان أول من قفك نبهر يوحوها واستجاب أجيبي له رسولك صلى الله عليه وسلم من الرجال رجع حقيسا صاحبه وصاحبكيس أبو بكر رجع دعوة الرسول كمثل أجيب وهرية وصاحبكيس أبو بكر صديق ومن النساء دمرك حقيسا زوجته وعليه كرتا زوجه عليه كلا لبض المعنى زوج أو يعني كقول عيسى ومن زوج كيس خديجة ومن السبيان عروة ابن عمه إن أبير كيس علي بن أبي طالب ومن المولى حق دوما كان مولاه موليه زيد بن حارثة أيام الكاس إسلامي وقد أسلم وحى إسلام بدعوة أبي بكر دعوة سنة وحاكو إسلام جماعة منهم وحاكمين جماعة عثمان بن عفان أيا كمدة وطلحة بن عبيد الله أيا كمدة وسعد بن أبي وقاص أيا كمدة وعبد الرحمن بن عوف أيا كمدة عثمان بن مبعون أيا كمدها أبو سلمة بن عبد الأسد أيا كمدها والأرقم ابن أبي الأرقم أيا كمدها وكان صلى الله عليه وسلم وحوها يلتقي مثل كلمة لأصحابه أصحاب تيسا سرا سهوس كل مجري في دار الأرقم ابن أبي الأرقم أيوكل كل مجري ويدعو ويرجر معناها جماعة ذاتك سرا سهوس ويرجري وباقي هذا على ذلك الركاسي أو دعوة 3 سنوات 6 سنة يوكو باقيها ثم كذبنا انتقلت دعوة سوحي أوريكستي إلى الجهر هي أقولت مركا كجهر معه امتثالا لأجل امتثال فرتومد لأمر الله إلهي أرهم كيس أو مركز أو فرتومايو أو قادنا يا واي أصيبوا قد يوم طينايو أمرك الله سبحانه وتعالى أو محويري الله سبحانه وتعالى وحويري فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بمعنى فاجهر بما تؤمر وحل لو أمرايو لجهر وأعرض عن المشركين كهاجر وكجي سوا أذى قريش والهجرة إلى الحبشة لبك قريش هي هجرة رسولك صلى الله عليه وسلم وهاجري إلى حبشة استمر صلى الله عليه وسلم وحوكسي دائمي في دعوة سيوسيوة الجهرية جهرية في مكة 10 سنوات تغلصن وآلته وحالبتي قريش أذى لب أي لبت كثيرا فربدا هو
رسولك وأصحابه وأصحابتي سبا واتهموه وحي كتهم باتهامات كثيرة تهموين فربضا فقالوا عنه وحي رادين ساحر وكاهن ومجنون سحر رواية وكاهن وكتاب قابلو وانين والا وكانوا وحيها يعني يلقون الأذى وحيابا قرن كما كتر يلقون وحي كتر جرا وكانوا وحيها يلقون وكتر الأذى قرنك والشوكة أنا مقارك وحيلك وحا هرادقة كتر جرا والشوكة يقضحها في طريق ودريس كل داين ويؤذونه ويدب جرين وهو يصلي والحال هو يصلي أسلم الكود كان ويدب جرين ويؤذون ويدبين من قف يدبين أسلم إسلامي معه أسلم عيسى ومن مواليه مدومك سكمده كبلال أو كلي بلال ابن رباح أو كلي وخباب ابن الأرت أو كلي عمار ابن ياسر أو كلي وواليه أبيه سياسر وأمه هويديس سمية أو كلي وتكاسي ولا عذابي وقد مات بعضهم قاركو ويدمتين من التعذيب عذاب درتي سيود رضي الله عنهم الله كرى الله جميعا لما أنتوا ذبا وعندما وقتي اشتد الأذى لبكي أو درصدي للمسلمين مسلمين لبكي أو درصدي آذين لهم رسولك وآذين رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم آذين لهم وحوئد من رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة إن الهاجران إلى الحبشة يهاجران أيوئد مي حيث مال الملك العادل ملك عادل كأوجوبي والنجاشي لها فهاجر قرابة المئة قدوات بقول أي هاجري أكرمهم النجاشي إنك النجاشي للهجرة ويكرامي ذهب صلى الله عليه وسلم رسولك وحو آلي إلى الطائف نشل إلى الطائف يبلغ وسيغ قارسينا دعوته ودعوة أملا رجينا في أن يجد إنه هذا من ينصره قفه قرقارب لكنهم أيها كذبوه ويبينيين وآذوه وينقبين الإسراء والمعراج وحنا سؤال مركز إسرائيل معراجك جاءت ويتمت هذه المعجزة معجزة تكريما كرامين دخت ذي إماتي وتثبيتا سبيتان لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه ذلك سمكه غيريودي الذي كاسو كان يحميه من إلالنا دور جري وفاة زوجته حاسكي وفاة زوجته أما زوجه سلمشي سوى حاسكي سلقا التي تاسو كانت تواسيه مد مركاسي وهلسه وبعدما أسابه مركو أصيبي في الطائف وبعدما أسابه في الطائف ومكة من أذى المشركين مركي كسر العدوى أذى تدعي كسر العظيم أي مركاسي قرب وهدوى تواسيه ويوانها ويوهلين جرتي قرب أي وهدوى يبقى كسر دياري طائف في مكة وتمثل طيب هذا مع سارنا بعد موت عمه تربية وتكريما لمحمد بعد موته وبعدما أسابه مكاسي كرامين يسويتان غسل أي مركي لك كسر دياري وكسر وتمثل الإعجاز إعجاز كيوحو مثل يا هنا هل كان في ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البيت المقدس إنه مكاسي آلي بروحي سوى جسدي جركيسا السجع روحي سيجركيسا الإسراء ثم صعوده فولتان كيسا إلى السماء أو فولي المعراج ومكان كان رسولك مركو مكا كسو تجي إلى أقصى تجي وحليل هذا الإسراء للمشوى المعراج كان وحليل هذا صعوده إلى السماء صعوده من الأرض إلى السماء ومعراج وقد وقع هذا كله كاسي أو نموت داعي في جزء قيد من ليلة هبين كميدة مكة قابل هبين كميدة العدوان الدس بيعة العقبة وانتشار الدعوة وحاد على مركب بيعة وهذا الشيسك كانت مواسم الحج وحي وأسواق العرب عربتها والسوقيد مناسبات مهمة معناها حلية أو حجك عربتها وحيابها ربادياش هلي وحي جتانا جرت مركب حلية وحي قادنا أيان أما أي حجين أيان وحي وهان جرت مركب مناسبات مهمة ذاتك يكون وكلا ورقاتان يلتقي الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل ما فيها بالناس مواسم تاسي أيوة ذكر كل مجري ولا سيما قارهان بذوي الشأن منهم ذكر أرنت أصاحبك أيوة لكل مجري أو ذكر سأرياشك من دائمان ويطلب إليه محوض الباي أن يحموه إلى دوران ليبلغ رسالة ربه رسالته سوء قاسيه
وكان ممن استجاب له وحاكم هذا أجيبي في العام 11 سنة كمرك وها كوي طبن من مبعثه سو سارتاكي سلغسو بالله وستة لح ومن الخزرج غير خزرج من قبائل المدينة واي غير خزرج كمد أيام كاسو إسلام توا. وفي العام التالي سنة كلابادنا بايعه وحال لما بايعه عند العقبة 12 رجلا لبي طبن من أيام كاس لما بايعه أو لهجيس لبشرة من رجال المدينة كمده عرفوا بالأنصار عرفوا والله أقنصد من كتب بالأنصار أنصار الله أقنصد وعرفت بيعتهم بيعدوا وحا الله أقنصد أو الله قرن أوغا بيعة ببيعة الرضوان ما ببيعة العقبة الأولى له بيعة العقبة الأولى ولهذا بيعده الرسوة. بايعه في العام 13 أي مركز مبايع عليه عند العقبة أيضا هذا 30 بايعه وحول بايع عليه في العام 13 سنة كسده هي طبعا عند العقبة أيضا عند العقبة عقبة أكثر أيضا سيدة صوكل 73 رجلا تضباطا يسدح رك وامرأتان إلا وهوين بيعة حماية ونصرة بيعة حياه هجيس أو هو دورتان يقرقر عرفت وحا الله أقنصد ببيعة العقبة الثانية بيعة عقبة الأباد وتمثل هذه البيعة بيعة سوحي مثليسا الأساس الذي كاسو هاجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهاجري مع أصحابتي سمعنا إلى المدينة حيث ميل قامت الدولة الإسلامية الدولة الإسلام كي استعكي وقد قضى صلى الله عليه وسلم وحوقات بمكة 13 سنة سد حيث مصر يوم كاس مكة وقات رسول صلى الله عليه وسلم. الهجرة إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحو أمري أصحابه وأصحاب في سبيل الهجرة إن يهاجران إلى المدينة وهاجران تسللوا إليه سرا مركز وحي تسللوا ويلونتين ومركز إليها سرا أي أبحثنا تسللوا ويبحن أما ويقلن إليها مغالة المدينة سرا أي أكو قلن ومركز أفرادا حاليهن وجماعات أو خف إيو جماعة تخلف وحا كذب داعي بعضهم قاركودا لأعذار عذر درتيس أي مركز أدب داعي وتخلف وحا كذب داعي بعضهم قاركودا لأعذار عذر جيد مركز. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم وحوقاتي أو سميستي احتياطات الاحتياطات والدلالوة اللازمة للإفلاط سيوقف فقد من الكفار قال الذين كواسوا قرروا مركز قوامية قتلوا إن الدلال ولذلك وحكمت احتياطات كاسي أنه دلالة مركز الإرادة أنه أصلا اتجه وجهستي مع أبي بكر من عيسى جنوبا خوفر وجهستوى حيث ميل مكثا يكون قاذين في غار ثور مثل إذا قلت غار ثور 3 أيام يسدح مال حتى خف تتبعه إلى وقير هذا مركز حتى خف إلى وقع خفيفه تتبعه دبقل كيسا وضرب اللحاق به وضرب اللحاق إني هليلان وهليلتان كي ضرب كيسا به رسولك الله هليلوان. وكانت أسماء بنت أبي بكر وحي تحمل من قاد إليهما لبدو الطعام عنطبع يقال جتوه. وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع لدي سجر مكاسي ما يقال بمكة مكة وحل المكاسي لغشي أيو سنيا هذيك المكاسي أيو جيجلوا أسمانا مكاسي لاشين كي يؤكين جتوه. عبد الله بن أبي بكر نوحوها يتسمع من سوء لديستا وركا ما يقال وحل ليه بمكة مكة لقليه ثم كدم يذهب إليهما والآذج ليخبرهما سوى مكاس وشيء وليعمل وها أسير. ومع أن عامر بن فهيرة مولى أبي بكر كان وحوى يأتي بالغنم أرقى يومكاس الإماجري ليخفي سوى مقرقر آثار الأقدام. مع أن عامر بن فهيرة وحى معيس مولى أبي بكر كان وحوى أن يأتي بالغنم أرقى لإيمان أيو الإماجري ليخفي سوى آثار الأقدام سانتو ذا سوى أقري مكوان لغوه سانتيدا سوقري ويسقيهما من الألبانها أريغاس عانيسنا أورا بمكاسي. اختفى الكفار قال دي وحي صرع الآثار وما آثارته إلى باب الغار معنى سيقول كلي غار كما ذات كيسا لكن الله سبحانه وتعالى أعماهم هو أركتري إنها يتري أنهم ألا بدوا فإن ساروا. جعلت قريش وحي بالله جعلت وحي يشد قريش ديتهما ديدودا أي شوي 200 بعير لو بقولوا هلات أو جيلا جائزة أبا المرن يكرهتوا
liman yacfuru calayhima qof u keena markaa 200 oo halaad oo geel ah ayaa abaalmarin u dhintay qofkii markaas rasuulka iyo abubakar soo keena wa laakiin allaha subxaanahu wa tacaala allah ayaa xamaa ilaaliyey nebiyahu nebigiisa min kulli suu'in waay kamaa xamaahu se uu ilaaliyey biariiqi min suraaqata ibni maalikin xayثu min qaadaba qaasad ay quusatay waa arjul farasihi farastiisa luguheeda ay quusatay fi lardi وطلب الأمان أمان وضل إلا يكاد بابنا النبي في المدينة نزل رسولك ودق صلى الله عليه وسلم في قباء يدقوا وبقي فيها 3 أيام يقباقها وبنى فيها وحنا كدس مسجد قباء يكدس واي أول مسجد ومسجد وجوه أسس على التقوى الله كعرس لغو أساسي فكد نتوجه إلى المدينة مجال المدينة يوجه استوى فاستقبله وحصل وي الأنصار وأنصارتي وفرحوا بمقدمه له سو قلبتيس أيو كفر حين وإليهم أيو أصول علي أنشد مستقبلوه وحي كش نشيدين فرحين أنشد مستقبلوه معناها نشيد أيو قادم وفرحين أيو كفر حسن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا أدعى لله داعي طلع البدر بدرك يا رسول معنا ضيحة ورسولك يكوضا علينا نقد من ثنيات الوداع أيو كرشوها ثنية أو مركز قصوا قال ميلها وفنقرت أي هذا من ثنية الوداع يكسر شيئين وجب وحا واجب الشكر مهدنق علينا يا هذاك وجب الشكر مهدنق يا علينا دشينا هذا ما دعا لله داع انت امرك قف داعيه الهي امرك ناسي اطيع يوم نزل النبي صلى الله عليه وسلم ودقي في دار ابي ايوب الانصاري ودقي واصبح وحو نقضي اهل المدينه واصبح وحي هذا اهل المدينه يدعونك واللويرو يدعونك واللويرو مركاسي بالانصار غير مدينة مكة وحلوه يرى مكة أنصار وأهل مكة الذين هاجرون يدعون بالمهاجرين يلوي مقعس الله سميوات كان من أهم ما عمله في المدينة وأمهم سنة ومدينة وقسم رسولك وحوها بنى وحوليس المسجد ومسجد كيسا وشارك في البناء يقيب قال المركز شارك رسولك وقيب قال في البناء أصلح بين قبيلتي الأوس والخزرج أي مركز مسلح ذي آخا وحو ولا ليسي بين المهاجرين والأنصار يشد بعضهم أزر بعض يشد السيو أحوجي بعضهم غرق وأزر بعض هو كالقارك كريا أنا أزر أود وحوق سوا كتب معاهدة يقر بينه وبين اليهود أسجى يهود وده حيث معاهدة يقر جهاد صلى الله عليه وسلم أقول ما نعرفنا جهاد صلى الله عليه وسلم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حويدا بالجهاد وجعله حكره جهاد كوسيلة للدفاع عن بلاد المسلمين لو دفاعه ووسيلة يكرج ولنشر دين الله إلى دين سلوون فلغفا فينايو وقعت وحد على عدة معارك نورد قال الله يدعين وغزوات يدولام بين رسول صلى الله عليه وسلم الكفار ودحية إن أشرها كوهم سنة وعنسن غزوة البدر الكبرى وقعت ويد على في السنة الثانية الهجرة إلى عضي انتصر فيها وحاكبوا ليس المسلمون مسلمين هزم فيها المشركون والوجبي قتل منهم وحال قدر 70 وأسر 70 ربع تضباطنا يا قدر تضباطنا والله عليه غزوة أحد وقعت ويدعى في السنة الثانية الثالثة الهجرة يدعى قريبا قريبا من المدينة مدينة من الأدو عند جبل أحد جبل كأحد ليلة التيسة انتصر فيها وحاكبوا ليستي المسلمون مسلمين أولا أبهريتي فخالف الرماة رماد إيا خلافي أمر رسول أمر كيس أي خلافين نزلوا من الجبل كسودتين أعاد عليهم المشركون مشركين يقصوا الله خير بقيادة خالد بن وليد المركز أي أوغامنا أي مشركين الكرة سوف العلي سواء من جهة الجبل معنى جبل أي كسوة العلية فمالت كفة الحرب وهي مركز كل إيلتي لصالحهم كهذا مركز مثل هذا غزوة الأحزاب في السنة 5 للهجرة تآمر قريش أي مركز أيه وهشي سوى تآمرت قريش محيليه مع بعض القبائل شقار كما يدري حصار المدينة مقالة إن عنقبتيان مقالة المدينة فحفر المسلمون وحي قرين خندقا وفيس لحماية المدينة مقالة المدينة يكون ريان من الأحزاب أحزابتي الذين كواسوا تحالف معهم لبه هستي يهود المدينة صوبه هستي بني قريظة سنة صوبه هستي تحالف أو مدوه معناه اسبه هستي معهم يهود المدينة يكون مدوبين بعد نقضهم مرنتو للعهد بلد إبريين أرسل وودري الله سبحانه وتعالى ريحا دمير شديدا درا فرقت كلجيسي
جمع المشركين كلهم كمشركين تكلا تورتي كفى الله إلهي وحوك كافي المؤمنين القتال دقالك إلى الله يتكافي غزوة بني قريظ غزوة دولانك بني قريظة بعد غزوة الأحزاب أحزاب كذا على كذب مباشرة توجه المسلمون وحوجيس إلى يهود بني قريظة الذين كواسوا نقضوا عهودهم بلنتوا مع المسلمين حاصروهم ونقبتين حتى نزلوا إلى كذبة على حكم سعد بن معاذ انتهت فتنتهم في النضر والمركاسي على حكم سعد بن معاذ يوسف دكتور مركاسي حكم سواء انتهت فتنتهم في النضر والمركاسي مش كل ماتي صلح الحديبية صلح ليلة الحديبية خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وبحي والمسلمون في السنة السادسة إلى مكة يبحي للعمرة لا يريدون أن يقندون قتالا دقال لا يريدون مدونين قتالا دقال إنما يريدون وحيدون إنما يريدون العمرة يهربون بس فلقيه المشركون يا لكل من ومنعوه من البيت كربا وعقد وحال عقدي الهشيس لو بين الطرفين صلح أيام مركز ماشي لغو عقدي لغو قبتواي عرف مركز لو أقنصدي بصلح الحديبية لو أقنصدي واجدا ومن بنودي وحاكمته وبنودي شروطي حاكمته إيقاف الحرب لكن لجوجي بينما يقل لمدة 10 سنوات 10 سنين توصل إلى المدة لكن لجوجي وأن يرجع المسلمون بلا عمرة الآن يسكلافتان ذلك العام سنة كاسي ويعتمروا مركز عمرة في العام القادم سنة كاس وصعوا مركز عمرة إيبوتان فتح مكة تاكل احتمال في السنة الثامنة للهجرة سنة هجرة مع سديدات خرج الرسول أيوب صلى الله عليه وسلم لفتح مكة أيوب مكة فرشيدة بعدما نقض المشركون العهد مشركين في بلانت مركي بريه وفتحها وفرطي حطم ووب البريه الأصنام أصنامتي أزال وزولي مظاهر الشرك الذي فيها مكة لحظة وبعد هذا الفتح كذب بدأ الإسلام وحب بالله ينتشر إنه في جزيرة العرب وقفد مكة بدأت وفود العرب وحي بالله تقدم إلى المدينة ليعلنوا إسلامهم إسلام قدس وإعلاميان وفاته صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم وهو عن 63 سنة لحدا يسدح سنة الرسول في ضحى يوم الاثنين برقادة مالتي سنة برقادة معنا 12 من ربيع الأول لبيت ربيع الأول دفن والدوغي في الموضع الذي قوبتي توفي فيه وقوبصدي داخل حجرة عائشة قلق عائشة الحديثة صلى عليه وحاكد كذا المسلمون والمسلمين أرسالا يقول كذا وقف نعم وصلى عليه المسلمون ياكد كذين أرسالا ومعناه كح يقول كذا يا جماعة نعم هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرة رسولك وقوبا الكاسب كل ما طي 10 يعني كدقني وبالله التوفيق